المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تحيي يوم المرأة العالمي. تقييم فعاليات ذكرى عملية فنقل. إلغاء المرحلة السابعة والأخيرة من طواف رواندا. أوغندا تسجل ثاني وفاة بفيروس إيبولا. إسرائيل توقف المساعدات إلى غزة وحماس ترفض مقترح ويتكوف. وحاملة الطائرات الأمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية في استعراض للقوة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أحيت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية 8 من مارس اليوم العالمي للمرأة في حفل أقامته يوم الأول من مارس تحت شعار مساواة المرأة للتنمية. وشهد الحفل برامج فنية تعكس الخطوات الشجاعة للمرأة المعاقة المؤطرة تحت إشراف وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وكيفية تسيير حياتهن متحديات الإعاقة. وبشكل عام وجهود وقوة المرأة الإريترية، وكذلك عرض الأشغال اليدوية لعضوات اتحادي الصم والمكفوفين. وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة في الوزارة السيدة ليديا تكيف في الكلمة التي ألقتها إن حقوق ومساواة المرأة في إريتريا ليس هبة بل تحقق بالنضال المرير والتضحيات، وزاد بريقا بالدفاع عن السيادة وبناء البلاد، مشيدة بالمرأة التي تحول التحديات إلى فرص. وقدم في المناسبة برنامج تعريفي بالجماعات أو بالجمعيات الناشطة تحت إشراف وزارة العمل والرعاية الاجتماعية المتمثلة في الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب والجمعية الوطنية للمكفوفين والجمعية الوطنية للصم والجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو. وشرحت المرأة المعاقة تجاربها في النجاح. حضر المناسبة وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول قبراب وممثلي منظمات الأمم المتحدة في إريتريا والضيوف المدعوين. على الصعيد نفسه، قامت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بزراعة الشتول الأشجار في مدرسة أبرهة بهتة للمكفوفين، وذلك يوم 28 من فبراير الماضي، بينما عقدت وزير العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول قبراب سيمينارا حول دور المرأة الإريترية في النضال التحرري. أعلنت لجنة تنسيق الاحتفالات في إقليم شمال البحر الأحمر في التقييم الذي أجرته لفعاليات الذكرى 35 لعملية فنقل التاريخية، أعلنت بأن البرنامج كان مرضيا في التنظيم والمحتوى الفني. وأوضحت اللجنة في الاجتماع الذي عقدته يوم 27 من فبراير مع اللجان 13 المقامة لتنظيم الاحتفال بحفاوة كبيرة أن اللجان وباستثناء بعض الفجوات قد قامت جيدا بالمهام الموكلة إليها، بالإضافة إلى تنظيم حافل يليق بعظمة المناسبة. وقدمت اللجان توضيحا مسهبا بشأن المميزات والقصور، داعية لحل عاجل للمصاعب التي تظهر مع نقص الميزانية. وحثت اللجان إلى إرساء التجهيزات اللازمة مستقبلا مع ازدياد المشاركين في الاحتفال، خاصة القادمين من الخارج هذه السنة، وظهور نقص في الفنادق. وأوصى الاجتماع على توفير مراحيض متنقلة في موقع البازار خلال الاحتفال، ووضع الاعتبار نظافة الشاطئ في الحفلات الترفيهية المنظمة في منطقة قرقسم والجزيرة الخضراء. وشكرت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في ختام الاجتماع، شكرت جميع اللجان ومختلف الهيئات الحكومية للمشاركة والتنسيق الفاعل، مشيرة إلى أن ذكرى عملية فنقل يعتبر الأكبر من حيث مشاركة الزوار، منادية للقيام بالاستعدادات المسبقة من أجل سد الثغرات وتنظيم بأكثر حفاوة. وقدمت في المناسبة الشهادات التقديرية للمؤسسات المساهمة. تم إحياء الذكرى 50 لمجازر العدو في أسمر وضواحيها في كليات حمل مالو للزراعة والعلوم والهندسة والتكنولوجيا بمينفحي، والتجارة والعلوم الاجتماعية في عدأيح، وروتا للطب والعلوم الصحية في الفترة من 26 إلى 28 من فبراير. وتضمنت مناسبة الإحياء التي حضرها مجتمع مؤسسات التعليم العالي بأكمله
وكذلك معرضا للصور الفوتوغرافية وفيلما وثائقيا ومحاضرة وشهادات الناجين حول الفظائع والوحشية المرتكبة ضد المدنيين. وقال المحاضرون إن المذبحة التي ارتكبتها الأنظمة الإثيوبية ضد شعب إريتريا المسالم هي مثال على سياستهم المتمثلة في شعارهم القائل: نحتاج أرض إريتريا وليس شعبها، وهي جزء من الثمن الباهظ المدفوع من أجل الحرية. وأوضحوا أن الهدف الرئيسي من إحياء الذكرى ليس الانتقام، بل توعية الطلاب الصغار بالماضي وزيادة فهمهم. وأدلى الناجون من المذابح بشهاداتهم كشهود عيان إلى جانب المحاضرة المقدمة. وذكر عميد كلية التجارة والعلوم الاجتماعية الدكتور ستيفانوس حيلي مريم الطلاب الشباب بأن عليهم مسؤولية وطنية لمعرفة الماضي وتوثيق التاريخ. وأقيمت مراسم إحياء الذكرى 50 لمجزرة أسمرة في ساحة الفاتح من سبتمبر يوم 15 من فبراير على مستوى الإقليم الأوسط. نظمت مفوضية الثقافة والريادة سيمينارا في غردات يوم 25 من فبراير المنصرم تركز حول الحفاظ على الموروثات الثقافية غير المادية. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والريادة في إقليم القاشبركة السيد إدريس صالح اتخاذ مبادرات لدراسة وتوثيق التراث الثقافي المادي وغير المادي في الإقليم. وقدم الخبراء في المجال شرحا مهنيا حول أنواع التراث الثقافي ومعنى وأهمية الحفاظ على التراث الثقافي، أيضا مطالبين بإيلاء الحفاظ على التراث اهتماما كبيرا لارتباطه المباشر بالحفاظ على الهوية والقيم الوطنية. وقال مديرية غردات السيد إسحاق طعم إن النقاشات التي ركزت على الحفاظ على التراث الثقافي ساعدت على توسيع الفهم وتحميل المسؤولية للحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال. وحث المشاركون على استشارة الكبار وتنظيم مناقشات وبرامج تعليمية مماثلة، لأن الحفاظ على التراث الثقافي يتطلب الاستكشاف والبحث المستمر. نظم في مديريات هبرة وأصمت وكرم بإقليم عنسب أسبوع الطلاب. شارك في أسبوع الطلاب المنظم في 20 وحتى 24 من فبراير الماضي في مديرية هبرة. شارك أكثر من 800 طالب بفعاليات رياضية وثقافية وتعليمية، وتم تكريم المدارس والطلاب المتفوقين في المنافسات التي جرت. ونظم أسبوع الطلاب في مديرية أسماط من 21 وحتى 23 من فبراير بمناشط رياضية وفنية، حيث تفوقت في هذه المناشط مدرسة أسماط الداخلية. واختتم أسبوع الطلاب في مدينة كرم في 26 من فبراير بمشاركة استثنائية من حيث المحتوى عن العام السابق. نظمت دورة تدريبية في صنعفة وعدائح يومي 26 و27 من فبراير الماضي لتنمية بذور البطاطس عالية الجودة وأهميتها في ضمان الغذاء المتكامل. وأوضح مسؤول تنمية الخضروات والفواكه في الإقليم الجنوبي السيد إبراهيم سيلم أن التدريب يهدف إلى توسيع نطاق توزيع بذور البطاطس المختارة. وقال المدير العام لقسم التنويع الزراعي في وزارة الزراعة السيد سمري أملسوم إن مناخ مديرية عدائح مناسب لتنمية بذور البطاطس المختارة، مؤكدا منح الاهتمام الكبير لتنمية البطاطس في البلاد. وقدمت في المناسبة آراء بناءة للدفع بأنشطة تنموية للبطاطس. كرم سكان هيكوتا أعضاء قوات الدفاع العاملين في برامج التنمية في المنطقة بتنظيم حفل غداء وترفيه رائعين. وأشاد المدير التنفيذي في إدارة مديرية هيكوتا السيد سليمان محمود بمبادرة سكان هيكوتا لتكريم أعضاء الفرقة العسكرية 40 العاملين في صيانة الجسر الموجود على طريق هيكوتا التسنية الذي خربته السيول. وأعرب مسؤول التنمية الاقتصادية السيد هينوك تسقاي عن أمله في مواصلة العمل في الجسور الأخرى التي تعاني من نفس الإشكالية. وشكر أعضاء قوات الدفاع المشاركين في العمل. وأكد أعضاء قوات الدفاع أن تكريم الشعب يمنحهم الدافع الأكبر والعمل المتفاني لتنفيذ المهام الموكلة إليهم من الشعب والحكومة.
ألغت اللجنة المنظمة لطواف رواندا الدولي المرحلة السابعة والأخيرة للطواف التي كانت مقررة اليوم الأحد، وتم اعتماد نتيجة المرحلة السادسة. وبررت اللجنة المنظمة للطواف هذا القرار بعد أن توقفت المرحلة السابعة من السباق، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي غلب عليها المطر والطين والرياح القوية. ونتيجة لذلك فاز الدراج الفرنسي فابيان دوبي من فريق توتال إنرجيز بالقميص الأصفر، فيما فاز دراج منتخبنا الوطني هينوك من البرهان في المركز الثاني بفارق 6 ثوان. وعلى مستوى المنتخبات جاء المنتخب الإرتري في المركز الثاني، يتقدمه نادي بايك إيد الألماني في المركز الأول بفارق 3 دقائق. وشهد الحدث السنوي الذي تنظمه رواندا والذي انطلق في 24 من فبراير تتويج عناصر منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية هينوك من البرهان بلقب المرحلة الأولى، وناهوم زرعي بلقب المرحلة السادسة. وشارك في النسخة 17 من البطولة هذا العام 14 فريقا بحسب الموقع الرسمي للبطولة. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. ذكرت وزارة الصحة في أوغندا أن البلاد سجلت ثاني وفاة بفيروس إيبولا، وهي لطفل يبلغ من العمر 4.5 سنة. وترفع حالة الوفاة عدد حالات الإصابة المؤكدة في أوغندا إلى 10 حالات. وأعلنت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا تفشي المرض شديد العدوى الذي يتسبب في نزيف يؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان، وذلك في يناير بعد وفاة ممرض في مستشفى مولاغو الوطني للإحالة في العاصمة كامبالا. وقالت وزارة الصحة في أوغندا إن جميع مرضى إيبولا 8 الذين خضعوا للرعاية خرجوا من المستشفى، ولكن ما لا يقل عن 265 مخالطا ظلوا تحت الحجر الصحي الصارم في كامبالا ومدينتين أخريين. أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وقررت وقف دخول الإمدادات والمساعدات الإنسانية في خطوة قالت إنها جاءت ردا على رفض حركة حماس لمقترح أمريكي جديد لتمديد الهدنة. وقالت هيئة البث الإسرائيلي أن الحكومة أمرت الجيش بتنفيذ القرار فورا، بينما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عواقب إضافية إذا استمرت حماس في رفضها للمقترح، مؤكدا أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة. وكانت إسرائيل قد وافقت على خطة اقترحها المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف تنص على وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح. ورفضت حماس الخطة معتبرة أنها محاولة إسرائيلية للتهرب من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق السابق، والتي تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وكذلك وقف الحرب بشكل دائم والبدء بإعادة الإعمار في القطاع المدمر. قالت القوات البحرية في كوريا الجنوبية إن حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون وصلت إلى مدينة بوسان في جنوب البلاد في استعراض للقوة. وأضافت القوات البحرية أن الزيارة هي جزء من التزام راسخ من الولايات المتحدة بالردع الموسع وإظهار استعداد التحالف العسكري بين سول وواشنطن لمواجهة كوريا الشمالية. وقالت إن حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية انضمت إليها السفينة الحربية برينستون والمدمرة ستريت المزودتان بصواريخ موجهة. وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها حاملة الطائرات الأمريكية إلى البلاد منذ يونيو من العام الماضي، عندما وصلت حاملة الطائرات ثيودور روزفلت التي تعمل بالطاقة النووية إلى بوسان للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة.
في الخبر الأخير نجحت شركة أمريكية في إنزال مركبتها الفضائية على سطح القمر لتصبح بذلك ثاني مركبة خاصة تحقق هذا الإنجاز بحسب ما أظهر بث مباشر عبر الإنترنت من مركز التحكم بالمهمة. وهبطت مركبة بلوغوست ميشن 1 التابعة لشركة فايرفلاي ايروباس في ساحل الولايات المتحدة الشرقي بالقرب من مونس لاتراي، وهو تشكيل بركاني في منطقة ماريه كريسيوم على الجانب الشمالي الشرقي القريب من القمر. ويتوقع أن ترسل المركبة صورة أولى قريبا. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة جيسون كيم في وقت لاحق أن المركبة مستقرة ومستقيمة على السطح، خلافا للمركبة الخاصة التي سبقتها إلى سطح القمر في فبراير الماضي إذ هبطت في وضعية جانبية. مشاهدينا في كل مكان، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. وزارة العمل والرعاية معية تحيي يوم المرأة. تقييم فعاليات ذكرى عملية فنقل. إلغاء المرحلة السابعة والأخيرة من طواف رواندا. أوغندا تسجل ثاني وفاة بفيروس إيبولا. إسرائيل توقف المساعدات إلى غزة وحماس ترفض مقترح ويتكوف. وحاملة طائرات أمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية في استعراض للقوة. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.